هقول لكم نبذة صغيرة عن قصتي وحكايتي. أنا كنت زمان بخاف أتكلم، وكانوا بيقولوا عليا أنت دايما قاعدة على جنب. كنت بخاف لأني لما باجي أعبر عن رأيي بعبر بغضب وبثورة، بيبقى بعصبية، فبالتالي لا كان حد قادر يسمعني ولا كان حد قادر يفهمني. إذا كنت أنا أصلا ما كنتش فاهمة نفسي، كنت حاسة إن في حاجات كتير قوي قوي في دماغي بس أنا مش عارفة أعبر عنها. لكن لما ابتديت أشافي الجانب اللي جوايا، اللي كان خايف إنه يعبر عن رأيه بأريحية، اللي كان أصلا مش واثق في رأيه، اللي كان أصلا مش عارف يثق في نفسه، لما عرفت أشافي المناطق دي كلها قدرت أساعد نفسي وقدرت أساعد ناس كتير، وكل واحد بقى عارف يعبر عن نفسه بأحسن الطرق الممكنة وأيسرها كمان. لأن مش لازم لأكون بعمل نفسي براند قوي ولا لازم أكون لابس أشيك حاجة، المهم يكون قلبي ونفسي وروحي وجسمي متحدين على التعبير عن ذاتي بأبسط الطرق الممكنة، ومفيش حد فيهم بيتخانق مع التاني. بإكسبرس تو إمبرس دي رحلتي وتجربتي، تعالى واحضرها معايا علشان تعرف توصل من منطقة زيرو اكسبريشن لمنطقة قوة في التعبير وراحة وعدم اهتمام، حتى لو كان اللي قدامي ممكن ينقضني بطريقة مش مريحاني.